ظهر الفن فقط كوسيلة للفرح والسعادة وللترفيه، لكن تطور الفن بعد ذلك وأصبح الفن رسالة سامية. قوالب الغناء وأركان الغناء وقوانين التي تضع الغناء في مرحلة أو في مكان الرسالة السامية، هذه واحدة منها. مثلا هناك فنانين أصدروا أغاني تتحدث عن حوادث السير وخطورة حوادث السير وكيفية التعامل مع السير عموما، وهذه تعتبر رسالة. فالحمولة الموجودة داخل الأغنية لا تحمل معايير جمالية بقدر ما تحمل معايير رسالية. هناك فن آخر يدعو للتسامح كذلك، هناك فن يتحدث عن كيفية التعايش في رمضان، هناك غناء يتحدث عن الطرب، هناك غناء يتحدث عن الأم. فدور الفن دائما كان هو الرقي بالذوق العام، وكذلك المساهمة في تربية الناشئة الصاعدة. فأنا أقول الفن إذا لم يكن في حمولته رسالة سامية والابتغاء منها هو أن نرتقي لمعدل أفضل من ناحية التربية والأخلاق ونشر القيم الجمالية التي جاء بها الإسلام أصلا، إذا لم يكن الفن هذا هو دوره فهو لا يعتبر فن، فقط يكون للاستئناس، وأعتبره ليس فنانا بل بين قوسين مهرجا. الإنسان بطبيعته هو يحب الجمال، الإنسان بطبيعته يحب الجمال، يحب يأكل أفضل ما كاين في المأكولات، يحب البحر وجمال البحر، يحب الطبيعة ويحب الأشجار، يحب الطيور. كل هذه المخلوقات التي خلقها الله تعالى في الكون تعتبر جمال الله المشهود في أرضه، يقال أنها جمال الله تعالى المشهود في أرضه. يعني الإنسان بطبيعته دائما يميل الأشياء الجميلة. حتى في الغناء، بما أنه يسمى في الفلسفة الغنائية أن جمال الله المشهود هو كل ما هو جميل، حتى الإنسان يحب الجمال في اختياراته للإنسان الآخر. نحب السيارات الفارهة، نحب البيوت الجميلة، نحب الألوان الجميلة التي تتوافق مع منظورنا الذي نحبه. حتى الغناء يسمى في الفلسفة الغنائية جمال الله المسموع. لا يمكن استعمال مادة غنائية لا توجد فيها أركان الغناء الجمالية، من بينتها الألحان السليمة والعزف العذب والصوت الحسن. ويعتبر الصوت الحسن هو أول ركيزة أو أول شرط من شروط الفنان أو الجميل أو الذي يحسن اختيار المواد التي يغني. فإذا بما أن الإنسان يرتبط بالجمال، المادة التي يقدمها لابد أن تحترم هذه المعايير بدون أدنى شك تؤثر في الإنسان. لأن الإنسان رغم أنه لا يكتشف مجموعة من الأشياء الجمالية أو ليست لديه فكرة شاملة حول المجال الغنائي، لكن بعض الأحيان يقول لك واحد هذا الصوت الفلاني أحب سماعه، أو لا عندما أسمع الصوت الفلاني أحس بهدوء، يعني تعليقات الناس. وعندما أستمع لفلان أحس أن هناك ضجيج. هو لا يعرف كيفية شرح المفارقة بينهم. لماذا قال عن الفنان الفلاني أنه صوته يعطي الهدوء والفنان الآخر صوته نوعا ما فيه نوع من الضجيج؟ هو لا يعرف إفسار ذلك، ولكن يحس بمعنى أن الروح التي نفخها الله تعالى في الإنسان تعرف الحق من الباطل، تعرف الجميل من القبيح.